السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة الاختراع المصري. فيديو النهاردة ان شاء الله هنخترع فيه مع بعض او هنصنع فيه مع بعض مكيف هوائي بارد من ادوات بسيطة جدا، وده هيبقى تاني فيديو لينا عن كيفية ازاي نعمل مكيف. الفيديو الاول كان الهدف ان احنا نعمل مكيف اقل، تكلفته اقل من 20 جنيه. ده ان شاء الله هتبقى تكلفته اقل من 40 جنيه. هنحتاج علبة بلاستيك زي كده بالحجم ده او اكبر سنة، مفيش مشكلة. هنجيبها من اي محل منتجات بلاستيكيه. وهنحتاج لمروحه فانا تبقى في الكمبيوتر، يا ريت تكون قويه. وهنحتاج لماسورتين زي ده، اللي هي الوصله دي بتاعت حوض. تمام. اول حاجه هنعملها هنفتح مكان للمروحه. وبكده يا جماعه عملنا الفتحه للمروحه. يا ريت تكون قد المروحه بالظبط من جوه مش من بره. هنلحم المروحه هنا وهنستخدم مسدس الشمع. اهم حاجه يا جماعه نلحم المروحه كويس عشان ما يطلعش من الاماكن دي هوا، عشان دي هتبقى مشكله كبيره لو طلع هوا من هنا. وايضا الاخرام دي برضو، اي مكان حوالين المروحه نحط عليه شمع، لان دي اهم مرحله. ومكان السلك من هنا. وبكده نكون خلصنا من تركيب المروحه. طيب نجربها طيب مع بعض. ان شاء الله الغطا بيطير من قوة الهواء المضروبة تحت. اهم حاجة يا جماعة المروحة تدخل هواء لجوه. ما شاء الله قوية جدا. الغطا ما بيقفلش من كتر الهواء.
طيب هنجيب الخرطومين دول، نقطعهم من هنا كده. زي ما انتوا شايفين يا جماعه بالمنظر ده، يبقى بالمنظر ده كده تمام. هنفتح له فتحه هنا قدام المروحه بشويه. تمام. اهم حاجه الفتحه تبقى على قد الخرطوم بالظبط عشان ما يحصلش اي مشكله. كده نكون عملنا اول فتحه للماسوره الاولى. نفتح فتحه للماسوره التانية، تبقى جنبها على طول، جنبها بالظبط. نكون فتحنا فتحتين للخرطومين زي ما انتم شايفين. طيب نلحمهم بقى، بس اهم حاجه نلحمهم صح ونركز. نركز يا جماعه، اهم حاجه في تركيب الخرطوم ده، ونتاكد من ورا من الناحيه دي. ونأكد عليه بالشمع. ونقفل حوالينه كويس عشان الهواء ما ينفعش يطلع من هنا. تمام. نركب الخرطوم التاني. اتمنى الشرح يكون واضح، ولو في اي حاجه مش مفهومه ممكن تقولها لي في تعليق وانا هرد عليك في اسرع وقت. طبعا ما تنساش تشترك معايا عشان تتابع كل جديد. ان شاء الله كل يوم في عندنا فكره جديده واختراع جديد. سيبه ينشف، سيب الاتنين ينشفوا. ما شاء الله كده بقى عندنا المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده.
طيب نجرب نقفل الغطا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. قوي جدا. زي ما انتم شايفين يا جماعة قوي جدا ما شاء الله جدا. واهم حاجة عندنا طبعا السقعة ونسبة البروتين اللي هيطلعها. طبعا دلوقتي فاضل حاجة واحدة فقط لا غير. ايه هي؟ نفتح الغطا ده وهنجيب هنا لوح تلج ونحطه هنا او مية ساقعة. مية ساقعة هنملى العلبة ده نصها بس يا جماعة، هنملى نص العلبة فقط لا غير، منملاش لحد الآخر عشان نسبة الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل كويس. طيب نجرب كده. صلوا على النبي. تلج يا جماعة ما شاء الله. الله. ممكن بقى نوجهها في الأوضة واحدة كده واحدة كده ما شاء الله. 5 دقايق بالظبط والله العظيم تبقى تلج لو الأوضة مقفولة. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. أتمنى إن الشرح يكون واضح، وأتمنى الاستفادة للجميع منه والاشتراك معايا على قناة الاختراع المصري مع محمد عادل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما حطينا التلج يا جماعة ما شاء الله جايب هواء مثلج. يعني ينشف الجسم.
زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، ما شاء الله قوي جدا.